السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ عيد سعيد عليك، ويا رب يكون العيد ما كانش ممل زي معظم الناس ما كان ممل بالنسبة لها. يا رب يكون عيد سعيد فعلا عليك، وتكون انبسطت في العيد وخدت اجازة لطيفة. تعالى بقى يا باشا نخش على الجد بقى على طول. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا. الفيديو هو طويل شوية، بس انا عامل فيه حاجة كويسة جدا. ان انا كنت شارح عامل بلاي ليست تانية فيها افكتات كتير. الإفكتات دي محدش اتكلم عنها قبل كده، ومعظم الإفكتات منهم مفيدة ومشروحة بالتفصيل كمان. فأنا جمعت لك الإفكتات دي في فيديو واحد، عشان لو أنت حابب تسمعهم مرة واحدة، وعشان لو أنت حابب تحتفظ بالفيديو، عشان تسمعهم لو حابب ترجع لهم أي وقت أنت تحتاجه. تمام. فدلوقتي لازم عايزك تجيب كوباية النسكافيه بتاعتك. تمام. كوباية كبيرة أوي. وتروق دنيتك كده، وتسمع الفيديو بروقان وتستفيد. ويا ريت لو الفيديو هينفعك او هينفع اي حد تعرفه، يا ريت تبعته له. ويا ريت ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، عشان ده بينفعنا، وعشان عايزين نوصل ل1000 متابع بقى يا صديقي. شد حيلك معانا كده. تمام. يا رب يكون الفيديو ممتع. وانا ظبطت الفيديو، يعني بحاول ان انا على قد ما اقدر اظبط من المونتاج، وان انا اطور من الفيديوهات عندي. ويا ريت لو في اي كومنت او اي مشكلة في الفيديو او في الشرح، يا ريت تسيب لي كومنت، عشان ده هينفعني وهيخليني اطور من المحتوى اكتر. والحمد لله يعني احنا دايما في تطور دايم. ويا رب اكون بقدر اوصل لكم المعلومة بشكل كويس. يلا نبدأ فيديو جديد. حضر ترابيزه الاجتماع جاهزين؟ جاهزين. طبعا اول حاجه هنعمل adjustment layer عشان نحط عليها الافكتات، عشان ما نبوظش اللير الاساسيه اللي معانا. تمام. بعد كده نخش على الافكت اند بريسيتس. تمام. وهنكتب سي سي وندر، اللي هي سنو فول، سي سي سنو فول. تمام. بعد كده نحدد اللي هي adjustment layer، ونبدا نحط عليها الافكت. وبعد كده وبعدين بقى نبدأ نلعب كده في الإعدادات، نشوف مثلا يعني احنا كده نزود مثلا كثافة الأمطار، تحس إنها تبقى غزيرة كده، تحس إن شكلها مديها على تلج كده، أكنك في جو بيدي تلج كده مش مطر لأ. فمثلا ممكن نزود السبيد بتاعتها شوية، السرعة، عشان تدينا أكنها مطر كده، تحسها مطر أكتر يعني، لأن كده يعني أسرع، وكمان أكنها قطرات مطر كده. لازم تبقى مبتكر وقلبك جامد. لازم تجرب حاجات ممكن ما تنفعش، وما تسمحش لأي حد يحجمك ويتحجج بأصلك وفصلك. روحك هي اللي بتلهمك. ده مش تهريج، بس اللي قلبه جامد هيبقى عظيم. ممكن مثلا لو زودنا خلينا مثلا ممكن نحرك دي نحرك الهواء، اللي هي الرياح، نخلي اكن الرياح بتخلي المطر على اليمين كده، شكلها اكتر واقعية وشكلها ممتاز جدا يعني. وانت بقى تبص يعني تفضل تلعب مثلا كده كده، نزود مثلا الكثافة شوية، بحيث ان لو انت عايز الامطار غزيرة، عايزها قليلة، على حسب زي ما انت عايزها يعني. ممكن بقى نلعب، انت كل ما هتلعب في الاعدادات دي كل ما هتلاقي نفسك بتطلع حاجات مختلفة يعني. كل الحاجات دي كل ما هتلاقي نفسك عايز تطلع حاجة مختلفة بتعمل. طبعا انت لو عايز تعمله تلج زي ما كنا في الاول، بتخلي السبيد بتاعتها بطيئة. وكمان هنعمل هوريك برضه حاجة دلوقتي ممكن تبقى تنفع في التلج كمان يعني لو عملناها. دي بتخلي دي اللي بتخلي الحاجات اللي هي ايه يبقى خفيفة، يبقى المطر خفيفة مش تقيلة. تمام. اللي هو البعد بين القطرات وبعضها. تمام. ايه تاني؟ آم، دي اللي هي، اللهم صل على النبي. تمام. بص يا سيدي، اللي هي دي اللي بتخلي الامطار، دي اللي زي التلج، دي اللي بتخلي الامطار ماشية عكس بعضها. دي تنفع في التلج جدا. لو انت زودت الكثافة شوية مثلا، خليتها كده زي ما هي. تمام. وقللت السبيد، خليت السرعة قليلة، هتلاقي معاك شكل طالع تلجي شكله جميل جدا يعني. وكل ما هتلعب كل ما هتلعب في الاعدادات دي، كل ما هتغير فيها، كل ما هتلاقي نفسك بتطلع حاجات مختلفة يعني. وممكن تغير الالوان بتاعت المطر عادي زي ما انت عايز، على حسب المشهد معاك وعلى حسب اللي انت عايزه تعمله. بس كده.
نحدد اللاير اللي احنا هنحط على الإفكت، وبعدين نخش على الإفكت اند بريسيتس، نكتب سي سي لايت سويب، هيظهر لنا على طول اهو. نبدأ نضغط عليه دبل كليك عشان ينزل على اللاير اللي احنا عايزين نحط عليها الإفكت. وبعدين هنبدأ نحط الكي فريم من على السنتر، ونضغط يو عشان يظهر لنا الكي فريم تحت. وبعدين نبدأ نحط الكي فريم التاني. نضغط نحط كي فريم كده، وبعدين نبدأ نجيب بقى عند الكي فريم الأخير تبقى تحت، يبقى اللمعة خلصت ونزلت كده. بعدين الكي فريم الأولاني كانت فوق. تمام. نيجي نشغل كده سريعا، ثواني كده نكبر مثلا، خلينا عند 20 فريم عشان تبقى أبطأ شوية. تمام، فل كده، مظبوطة أوي. تمام، حلو أوي. ممكن بقى نجرب ايه، نشوف ده اللي هو الزاوية بتاعت اللمعة نفسها. انت عايز الزاوية تيجي منين؟ عايز تيجي من على الشمال، تيجي من على اليمين، من فوق، من تحت، زي ما انت عايز، هتعرف تتحكم فيها في اي اتجاه. تمام. هنيجي بقى مثلا نشوف اللي هي اللينير دي، في حاجة اسمها سموز بتخلي اللمعة كده اللي هي ناعمة شوية وشكلها أحلى. وفي بقى اللي هي الشارب بتخلي اللمعة يعني ايه شكلها حاد كده، اللي هو حاجة ايه مقطوعة كده. بس هو بصراحة يعني أنا شايف إن السموز أحلى يعني. أنت تهتم كثيرا بما كان وبما سيكون. يقول المثل: البارحة تاريخ والمستقبل غموض، أما اليوم فموجود، ولهذا يسمى الحاضر. تمام. المهم نشوف بقى اللي بعده. ايه اللي بعده؟ اللي هي خلاص بقى نحدد دي على الشرب وخلاص. نشوف بعد كده، دي بتخلي اللمعة يعني عارف انت اللي هو ايه، المساحة بتاعتها اكبر، بتخلي مساحة انها تبقى تدي لمعان اكبر، مش تبقى شرب زي ما كانت في الاول. تمام، نرجعها زي ما هي شرب. تمام. بعد كده هنجيب السويب ده اللي هو بيزود الإضاءة، يعني زي ما انت شايف بيخلي اللمعة أقوى، يعني بيخلي اللمعة أقوى. ده كده بالنسبة للشكل ده شكلها كده أحلى، يعني ده لمعة أكتر كده. تمام. عندك ده بقى بيزود حتة اللي هي حدود اللمعة نفسها. بص انت على الحرف فوق كده هتلاقي فيه حدود بتزيد كده، اللي هو تدي لمعة للحروف بتاعت الأيقونة نفسها. تمام. هنا كمان هنشوف، هنا دي بتعمل زي اكن في ضوء جاي من فوق كده، شكلها جميل برضه. انت كل ما هتغير بقى في الاعدادات دي هتلاقي في حاجات مختلفة بتدي معاك اشكال جميلة جدا يعني. تمام. هنا ممكن نغير لون اللمعة نفسها، لو خدت بالك بصيت على الايقونة هنا هتلاقي لون اللمعة بيتغير كل ما بغير اللون بتاعها بالشكل ده. كل ما بغير اللون كل ما هتلاقي اللمعة شكلها بيتغير. تمام. فل أوي. هنشوف بقى، خلينا نحددها مثلا على اللون ده. فين؟ خلينا نرجع بس اللون الأزرق برضو شكله جميل عليها، برضو تحس إن فيه لمعة شكلها مختلف، والأخضر. مهم. تمام. عندك بقى بعد كده شكلها مختلف. عندك بقى بعد كده اللي هي الاد دي، في اد كومبوزيشن واد كات اوت. الكات اوت دي بص اللي هو شكلها جامد، اللي هو انت عايز تدي لمعة لحاجة مع انها مش موجودة، فاهم؟ سقف اللي بتوع الجرافيكس يا جماعه بيتعبوا قوي 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 قوي. اللي هو شكلها جامد جدا يعني، اللي هي اللمعة بتاعت الكات اوت دي. المهم نخليها قد زي ما هي وخلاص. فخلينا نشوف اسم الافكت في الافكت اند بريسيتس. هنكتب تمام اسم الافكت، وبعدين هنبدأ هيظهر لنا تحت خالص. تمام. ايا هو ده. تمام. هنبدأ نحط على اللاير بتاعتنا، نحدد اللاير بتاعتنا وبعدين ننزل على الافكت. تمام. وبعدين بقى نبدأ نحط كي فريم عشان نشوف الإفكت ده بيتحرك ازاي يا صديقي. هنبدأ نحط الكي فريم الأولاني وبعدين نعمل يو عشان يظهر الكي فريم تحت، وبعدين نبدأ نحط الكي فريم التاني ونبدأ بقى نخلي قيمة. لا مش هنخليها هنا، نخليها في الأول أحسن عشان تبقى جاية من الأول للآخر. هنخلي دي 100. تمام. وبعدين نخلي الأخرانية زي ما هي 0.
تمام. زي ما انت شايف يا صديقي، حركة جميلة جدا. وممكن تستخدم ده كمان في انك تعمل بها نسب مئوية، لو انت عايز تعمل مثلا نسبة 90%، 100%، كلام من ده، فبيبقى شكله جميل جدا في الشغل يعني. وكمان احنا ممكن نعمله دبل كيت، اقعد صلح لي في الانجليزي كاني عايش مع دنيا سمير غانم. عشان لو احنا عايزين مثلا يبقى فيه كذا نسبة في الموضوع، فهنبدأ ان احنا نعمل دبل كيت وناخد اللير التانية، ونبدأ نغير لونها ونغير مكان الكي فريم بتاعتها عشان تظهر من الكي فريم التاني، من اللير اللي قبليها. فخلينا نغير لونها، غيرنا لونها، خلينا ننزل تحت شوية عشان تبقى الأبيض فوق. وبعدين هنبدأ نغير مكانها كده عشان تظهر أكتر معانا، ونخلي الفيزر 0، تمام، عشان يبقى شكله أفضل. خليها في 0 برضو في دي، تمام. زي ما انت شايف يا صديقي، الإفكت مميز جدا، وانت ممكن تعمل بيه كمان انتقالات وبأشكال احترافية جدا يعني. هو بيستخدم أصلا في معظم الأعمال يعني، ممكن تعمل بيه حاجات كتير، تمام. ممكن كمان إن احنا نجرب الأوبشن دي ممكن تخلي مثلا بداية حركة اللاير من اتجاهين، مش من اتجاه واحد، ودي حاجة مميزة فعلا برضو يعني. ممكن تستخدم في حاجات كتيرة برضو. آه، بس كده يا صديقي، ممكن بقى نجرب مثلا ايه الاوبشن ده بيخلي لك بداية اللاير نفسها من مكان تاني، الزاوية بتاعتها من مكان تاني، تمام. ده برضو ممكن يفيدك ان انت مثلا لو عايز تعمل نسبة، ده يبدأ، ممكن تخليه يبدأ من هناك، تمام. عندك ده برضو بيخير لك مكان المكان اللي هو السنتر بتاع اللاير نفسها اللي هي بتلف حواليه، تمام. فانت عندك هنا مثلا هو بيلف حوالين النقطة اللي هناك دي، تمام. ممكن تغير القيمة زي ما انت عايز، فوق تحت يمين شمال، زي ما تحب. هتلاقي الدنيا ظابطة معاك ان شاء الله، وهتلاقي الشكل طالع زي ما انت عايز. هو بيديك التحكم في انك تتحكم في كل حاجة انت محتاجها كمان يعني، فاهمني. الافكت مميز جدا. المهم خلينا نشوف في ايه تاني في السيتنج بتاعت الافكت، تمام. ممكن بقى نشوف مثلا الافكت التاني افضل، ممكن يا فندم اكبر الصورة شوية عشان التفاصيل. لان ده كده تمام، ما عادش فيه اي حاجه، تمام. التاني اسمه لينير وايب، تمام. هنبدا ننزله على احنا مش هنعمل لير جديد، هننزله على اللير اللي هي الباك جراوند بتاعتنا، تمام. على طول هنبدا بقى نعمل له كي فريم، ونعمل يو عشان يظهر تحت. ونبدا نحط كي فريم تانية، ونغير في القيم عشان نشوف بيتحرك ازاي. ده يا سيدي بقى بتعمل بيه انتقالات، بتعمل بيه حاجات برضو نفس الحوار بتاع التاني، بس ده مختلف شوية يعني. التاني كان بيبقى في الدواير أفضل شوية، لكن ده زي ما انت شايف كده في المستطيل أو المربع أو الأشكال، زي ما انت شايف كده بيبقى أفضل يعني. ممكن نغير اللون برضو، ونغير الكي فريم عشان يظهر معانا، يبقى فيه ايه تنوع في الموضوع كده، شكلها بيبقى أفضل يعني أكيد، تمام. خلينا نزود كمان لير، ونغير لونها برضو، نرجعها نغير الكي فريم بتاعها كده، تمام. نبدأ نخليها مثلا لونها برتقاني، تمام. نبدأ نغير مكانها. واو، شكلها جامد جدا بجد يعني. دي لو انتقالة انت فيها، لو ظبطتها شوية بس، عايز محتاجة شوية تظبيط، شوية شغل كمان شوية معاك، كمان تعمل لها ايزي هتبقى جميلة جدا على فكرة، تمام. فده الإفكت التاني معانا، تمام. تعالى بقى نشوف ايه اللي ممكن نتحكم فيه كمان في الإفكت ده. احنا ممكن نتحكم في الزاوية بتاعته برضه زي التاني، ممكن نخليه يبقى جاي بشكل مستطيل، ممكن نخليه جاي بشكل مثلا معلش بقى يا شباب، انا بسجل بالليل وبتاع، السحور معدي وبتاع، فمش راضي يبطل، عادي يطبل، احنا اصلا صاحيين، كل الناس صاحية، وهو بيطبل برضه مع ذلك يعني. برضه المشكلة ان هو بيطبل بدري يعني، مش بيطبل حتى في وقت السحور، لا هو بيجي مثلا الساعة 1 كده وتلاقيه شغال بقى. يلا ايا كان فاستحملوا بس الصوت ده، معلش معايا. انا هحاول برضو ان انا اقلل الصوت بتاعه جدا في المونتاج يعني، تمام. آه بس كده يا باشا. فانت زي ما انت شايف، هو الافكت برضو نفس الحاجة، نفس الافكت اللي قبله. هو مديك تحكمات في كل حاجة تقريبا،
حتى ده فيه فيزر كمان اهو. تمام. فهو مديك تحكمات في كل حاجة تقريبا يعني. فبصراحة افكت مميز هو اللي قبله، وبرضه بينفعونا في حاجات كتيرة. اول حاجه هنرسم مربع ونخليه بلون مميز مثلا. انا حابب بس ان انا عشان ايه يبقى واضح في الشرح. وهنبدا نعمل سيرش عن الافكت. نكتب ايدجز بس ايدجز، هيجي طالع على طول. طبعا هتلاقي زي ما انت شايف كده، اول ما نزلت الافكت على اللاير الافكت بدأ يظهر فيه تعرجات كده. فخلينا نظبط النسب بتاعته مثلا عشان يبان اكتر. خلي دي 31، ونخلي دي واحد لا زي ما ممكن 1.5 مثلا، 1.5 تمام. ودي زي ما هي تمام، ودي 100 تمام. ممكن كده تمام. باقي اعتقد هو كده باين في الشاشة كويس يعني. ماشي. طبعا هو دلوقتي مش بيتحرك لسه. احنا هنبدأ نعمل له كي فريم عشان نبدأ نحركه. هيبقى شكله مختلف جدا، انت هتتبسط بيه يعني ان شاء الله. ماشي. فهنعمل له كي فريم، وبعدين نعمل يو عشان يظهر الكي فريم تحت، وبعدين نعمل كي فريم تانية، وبعدين نبدأ نحرك بقى. نخلي مثلا ايه نخلي دي 3 مثلا او 2، زي ما انت عايز اي حاجة كان يعني، على حسب سرعة التحريك انت عايزه. فتيجي تشوف بص يعني، بسم الله ما شاء الله، حرفيا الافكت ده جامد يعني. شكل البتاع مختلف جدا، وكان بينفع في حاجات كتيرة يعني. Señor de la Cruz, what did it take for you to seize your moment? I had to have faith in my dream. No one was going to hand it to me. It was up to me to reach for that dream, grab it tight, and make it come true. تمام. وانت ممكن تعمل منه حاجات كتيرة يعني. احنا هنجرب دلوقتي معاك حاجات كتيرة خالص. انت هتشوف دلوقتي الافكت ممكن يعمل ايه تاني يعني. تمام. تعالى بقى نزود بقى. بص نغير في القيم دي عشان نشوف اخره عامل ازاي. نشوف اخر الافكت ده هيجيب لي فين. زي ما انت شايف بص، ده البلور مثلا، ده عامل زي البلور كده. طبعا ده بص شكله حلو قوي بصراحة، عجبني. زي ما انت شايف المربع شكله مميز يعني. بعد ما عملنا كده خلينا الحواف بتاعته ناعمة، خلينا المربع شكله مختلف يعني. ده مش مربع عادي يعني. كمان ممكن تتغير. شوف بص، كل لما هتغير في القيم دي هتلاقي في حاجات مختلفة جديد بتطلع. عندك مليون اختيار، وبرضه كلهم بيتحركوا عادي زي ما انت شايف. في جنبهم الستوب ووتش بتاعتهم عادي كلهم. فانت ممكن تحرك اي حاجة فيهم، بحيث ان انت مثلا انت عايز تخليه صغير وبعدين كبير، وبعدين ممكن تخليها بلور وبعدين تشيل البلور كده يعني. تمام. فهو بيدي اشكال حلوة. وكمان انت ممكن تعمل ده يعني. زي ما انت شايف كل ما بنغير في حاجة الدنيا بتتغير تماما يعني. بسم الله. الافكت بتاع النهارده خطير، خلي بالك يا صديقي. هننزل اللاير بتاعه اللوجو. هي لازم على فكره، لازم ان اللوجو يكون بمقاس الكومبوزيشن كامل. هنكتب شاتر على الافكت اند بريسيتس. انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه، ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. مش فاهم منه اي حاجه. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا، ولا رحت فين انت ولا؟ تمام. هينزل معانا اللوجو على مقاس الكومبوزيشن. هنبدا بقى ايه نحدده. زي ما انت شايف هو ده زي طوبه كده جدار وبيتكسر يعني. هنبدا نجيب خليه من هنا ريندر. تمام. ده هيبدا يخلي لنا الحاجه على اللوجو بس زي ما انت شايف يعني. افكت جميل والله العظيم. انا عن نفسي استخدمته كذا مره وحرفيا حاجه جامده. بس هو بس في شويه اعدادات خلينا نشوفها. تمام. هنبدأ مثلا نغير ده، نخليها زي الإزاز كده جلاس. تمام. من هنا زي ما انت شايف كده دي شكلها أفضل من التانية. وكمان ليها استخدامات كتير في كذا حاجة يعني، مش في ان انت تعمل لوجو بس. تمام. ممكن نقلل عدد قطع الإزاز من هنا. هنقلل عدد قطع الإزاز بحيث ان يبقى شكلها أفضل شوية. أيوة من دي. تمام. زي ما انت شايف شكلها جميل يعني. ممكن كمان دي لو عايزين نزود بقى. لو لقيت فينا
زود زي ما انت عايز ما تبلدش. احنا كده قللنا، ولو زودنا برضه يبقى شكلها كل حاجة على حسب ما انت عايزها، فاهمني؟ يعني انت ممكن تستخدم دي في حاجة وممكن تستخدم دي في حاجة، بس هو بصراحة افكت حلو يعني. خلاص خلينا نرجعها بس كده ايه، نقلل العدد عشان نشتغل بقى ايه، نحركه كده. تمام. ممكن من هنا نغير مكان القطع، يعني ممكن تخلي القطعة الصغيرة هنا على اليمين زي ما انت عايز. طول ما انت بتلف هتلاقي في القطع اشكالها بتتغير. تمام. ومن هنا هنقدر نغير الموقع بتاع الكسر نفسه، نخليه زي ما انت عايز في اي حتة، بس هو عشان يبقى اكتر واقعية خلينا نخليه مثلا ايوه على اليمين كده. تمام. خليه فوق شوية كمان، ايوه، بحيث ان شكله كده افضل يعني. تمام. حلو اوي. ده بيزود لك الدبث بتاعت سمك اللوجو نفسه، سمك القطع. زي ما انت شايف السمك بتاعها بيختلف، فخلينا نقلل السمك خالص، احنا مش عايزين السمك كبير يعني. تمام. ايوه زي ما هو كده بالظبط. حلو. ايه تاني ممكن نغير؟ الجرافتي هنجيبها من الفيزيكس. الجرافتي هنا اللي هي الجاذبية، نقلل الجاذبية شوية، نخليها مثلا كده. تمام. زي ما انت شايف تحس ان هو بيتطاير اكتر كده، مش بينزل لتحت على طول. ماشي. ولو جينا لو قللناها خالص زي ما انت شايف لسه بالراحة كده، مش بيختفي مرة واحدة. ممكن بقى لو زودناها هتلاقيه بينزل مرة واحدة، ساعتها اكن الجاذبية بتشدك، اكنك بترمي حاجة تقيلة من فوق كده. وعلى حسب برضه، شوف زي ما انت شايف في اللوجو القطعة بتاعت الرزق وقعت مرة واحدة. حاجة على حسب بقى ان انت عايز تعملها شكلها عامل ازاي. كل حاجة ليها حاجة يعني. هنا ممكن نغير شكل القطع، ممكن نخليها ازاز، ممكن نخليها مربعات، ممكن نخليها مثلا بازل، ممكن نخليها حاجات تانية، في أشكال زي البيض برضه. وده الإزاز الجلاس، وده حاجات كده، ده شرائح، وشكلها حلو الشرائح دي برضه. ممكن نغيرها كمان اللي هو البازل بقى، بص شكله جميل البازل ده بصراحة، ممكن تعمله على أي شكل يعني. تمام. حلو أوي. ممكن نغير ايه تاني؟ عندك بقى تغير في الإعدادات كده، كل لما هتغير في الحاجة تطلع منها أشكال مختلفة. بصراحة فيها إعدادات كتير، طبعا مش هنقدر نغطي كل الإعدادات. طبعا هنا اللايتنج، الإضاءة بتحاول تزود الإضاءة وتقلل الإضاءة زي ما انت عايز، ليها كذا كنترول يعني. تمام. بس يا باشا فخلينا نرجعها جلاس. تمام. ونقلل الإضاءة كده يعني. دي برضو مفيدة في بعض الحاجات، ممكن تعمل لها كي فريم على فكرة. تمام. عشان تتحكم فيها ممكن تقلل الإضاءة في مكان، تزود الإضاءة في مكان تاني. فانت برضو يعني ايه هتلاقي الإفكت ده مفيد في حاجات كتيرة ويا رب أكون قدرت أفيدكم في الفيديو ده. شكرا جدا ليكم. ثانيا طلب اخو يعني طمعان في 300 جنيه؟ لا طبعا يا فالح. امال ايه امر سعادتك؟ لا مزنوق واخوكم وشاب وبيكون مستقبله يعني، اقفوا جنبه ساعدوه ما فيهاش حاجه.